السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد هنعرف ازاي نصلح اللمبة. بعد هذا الفيديو محدش هيرمي اي نلضة تاني، وهنصلحها بالقلم الرصاص. ايوه اكيد متفاجئين، قلم رصاص؟ هنصلحها بالقلم الرصاص. تابعوا معايا الفيديو وهتعرفوا كل حاجة بإذن الله. لو أول مرة تشوفني مستني إيه؟ اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك. وأول خطوة معانا هنجرب اللمبة، هنشوفها شغالة ولا لأ. طبعا اللمبة مشغلاش. هنبدأ نفكها عشان نعرف ايه السبب. ايه بقى السبب؟ لو حد يعرف يكتب في الكومنتات. النردة المحروقة بتبقى نقطة سودة. وكده عرفنا دول وعلمنا عليهم، هنبدأ بقى نشتغل عليهم. نبدأ بالمفك او اي حالة ضيق، مقص، اي حاجة حتى. نبدأ نشيل الطبقة الاولى دي اللي فوق، كده شلناهم. كده الاتنين دول نبدأ بقى نشتغل نركبها على النلضة، على الدواية. متنسوش الاشتراك واللايك والسبسكرايب. هنبدأ نجيب القلم الرصاص ونبدأ نلحم. اكيد طبعا كلكم مستغربين، قلم رصاص هيلحم؟ هيلحم، وهتشوفوا دلوقتي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اهو. بص بدأت تنور معانا اهي، بدأت تنور معانا. لازم نسيبه قلم رصاص كده عشان يسيح، عشان يبدأ اللحام. بتبدأ تنور معانا اهي. اهي بدأت تنور. لازم نحط القلم يوصل بين الاتنين. اللمبة هتلقى فيها اتنين، لازم القلم الرصاص يوصل هنا وهنا عشان يبدأ يسيح، يبدأ يلحم.
بدأت تنور يا فندم اهو معانا. بدأت بص، الحمد لله الحمد لله اشتغلت اهي. ما تخافوش، ده دخان عادية يعني، وانت بتعمل ما تخافش، كهرباء بسيطة فيها مفيهاش حاجة. الحمد لله اشتغلت اهي. بصوا شايفين منورة ازاي. ما تنسوش الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. في طريقة تانية هتنزل الايام اللي جاية، فتابعونا. تم إصلاح اللمبة، وكل اللي استخدمناه في هذا الموضوع قلم رصاص. أكيد طبعا كلكم مستغربين، قلم رصاص يعمل ده كله؟ اللمبة معانا اهي شغالة الحمد لله. كل اللي استخدمناه قلم رصاص ومفك والمشترك. شكرا. متنسوش الاشتراك، وهو هجرب لكم المنضة تاني بعد ما اشتغلت. اللي استخدمناه كله دواية ومفك وقلم رصاص، وخلصنا دي الحمد لله. وجبنا واحدة جديدة هنعملها برضو تاني قدامكم. دي بقى اشتغلت عليها كتير بايظه خالص، فهنحاول نصلحها لكم برضو. نحاول نشوف ايه الثغرة اللي فيها اللي بايظه ونصلحها، وان شاء الله باذن الله بعد ما هتشوف الفيديو ده مفيش لمبة تاني في البيت هتترمي. دي البايظ اللي هنشتغل عليها، هنشيلها، نبدأ نشيلها. لازم تنضفها خالص عشان تعرف تلحم، ونبدأ نركب في الدواية عشان ايه نبدأ اللحام. تسيب القلم يسيح، ولازم تكون موصل اللمبة بالكهرباء عشان القلم يسيح. القلم الرصاص ده فيه مادة مسافة ما سخونة بتسيح على طول. اكيد طبعا محدش يعرف السر ده خالص. وهتبدأ تنور معانا دلوقتي. الحمد لله بدأت تنور معانا، بس برضو مش الجودة اللي هي برضو، عشان دي اتصلحت كتير قوي، ولا 50 مرة تم تصليحها. وفي نهاية الفيديو ما تنسونوش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانتظروا الخطوة الجديدة وطريقة جديدة بإذن الله من قناة حنبوكش الصعيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.